عاملين اضراب على الاكل البايت النهارده وعايزين يشتروا بيتزا من بره. قلت لهم لا تعالوا ما اشتريش بيتزا من بره، انا هعملها لكم في البيت بكوبايتين دقيق، وعملت لهم بيتزايتين وحبه خضار من التلاجة وما كلفتنيش اي حاجه. بصوا طلعت معايا بالجمال والحلاوه اللي انتوا شايفينها دي. تعالوا اقول لكم ازاي الجبنه تمط معاكي كده في البيتزايه وهتطلع معاكي احلى من اللي بتشتريها من بره. ايه رايكم في مطه الجبنه؟ ايه رايكم في الحلاوه والجمال ده؟ حاجه كده تحفه. يلا بقى كده حطوا لايك للفيديو لو اول مره تشوفوني، ولسه مشتركش في قناتنا تحت الفيديو كلمه اشتراك بالاحمر اضغطوا عليها، فعلوا الجرس على كلمه الكل علشان يوصلكم مني كل اشعار فيديو انا بنزله. فضلا وليس امرا اخواتي وحبايبي ومتابعيني بحبكم في الله. زي ما انتوا شايفين معايا بكوبايتين دقيق او 3 كوبايات دقيق عملت بيتزايتين. يعني البيتزايه بجد دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه معديه ال50 جنيه، فحرام تشتريها من بره. يلا نقول بسم الله ونشوف الفيديو. بصوا بقى دول 3 كوبايات دقيق انا معايرهم بنفس المج دوت. هحط لهم معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر اللي هي خميره الحلويات، ونص معلقه صغيره من الملح. بصوا اهي معلقه صغيره خالص من البيكنج باودر اللي هي خميره الحلويات، نص معلقه ملح، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من السكر، حبه زعتر كده يعني يدوبك معلقه صغيره. فركتهم كده على ايدي وقلبت كل المواد الجافه دي مع بعض، وبعد كده نزلت عليهم بالميه الدافيه. هعجن بقى العجينه بتاعتي. الميه بنزل بالتدريج، مش بحط الميه كلها مره واحده، بفضل احط ميه لغايه ما العجينه ما تلم معايا. بعد ما العجينه لمت معايا بحب الم العجينه بقى ب4 معالق كبار من الزيت. بس كده العجينه معايا زي الفل قوي. ايه رايكم بقى؟ بصوا العجينه طريه جدا. هلم العجينه بايه؟ هلمها ب4 معالق كبار من الزيت. اهي بصوا العجينه طريه جدا ولينه. 4 معالق كبار من الزيت. هلم بقى بيهم العجينه. طول ما انتي بتعجني العجينه كده حطيت عليها زيت، العجينه بتقطع وتفتفت معاكي، ما تقلقيش خالص. هتفضلي تعجني فيها بايديكي كده لغايه ما العجينه تتماسك وتبقى معاكي زي الملبن، زي ما انتوا شايفينها معايا كده. حطيت حبه زيت صغنونه خالص كده، نقطه زيت في قاع الطبق او البوله، وهوزعهم كده وادهن وش العجينه بزيت واغطيها بفوطه ونسيبها تختمر حوالي نص ساعه. بس كده خلاص العجينه معايا اختمرت وبقت معايا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. هبطنا العجينه. همسك بقى العجينه بتاعتي اقسمها على وحدتين بيتزا، يعني بنصين، يعني العجينه هاخدها على مرتين. خلاص ممكن تعملي الحجم ده كله بيتزاي حجم عائلي انت بقى والحاجه اللي هتفردي فيها. خلاص انتوا عارفين ده مطبخ حماتي وانا بصور عند حماتي. انتوا عارفين يومي كله بيبقى هناك، بروح شقتي يا جماعه او بطلع شقتي على النوم. كده خلاص حطيت رشه دقيق على الرخامه من تحت وهبدا افرد العجينه. العجينه ما شاء الله مش محتاجه والله فراده، بس انا العيال واقفين عايزين ياكلوا وجعانين وكل شويه عاملين يلا يلا يا ماما. فانا بقى رايي دي ايد مقشه، فانا غسلاها ومنضفاها، يعني انا مش بستعملها غير لما بيكون في معجنات او في حاجه. في مطبخي هناك في نشابه وفي فراده وفي كل حاجه، فطبعا لازم ايه الجيش قال لنا ايه اتصرفوا. فخلاص كده انا فردتها وما شاء الله بقت زي الفل ونفضتها من الدقيق كمان. جبت بقى الصينيه اللي هحط فيها البيتزايه. هفرد بقى البيتزايه كده واعدلها واسويها بايدي كويس وبالشوكه بقى وهخرمها. الحشو بقى بقول لكم عباره عن لانشون، فلفل الوان، زيتون اسمر، جبنه موتزاريلا. ممكن تعمليها من غير لانشون من غير اي حاجه، ممكن تعمليها بخضار بس وبالزيتون. جبت بقى شوكه كده زي ما انتم شايفين وهخرم بيها البيتزايه علشان لما تدخل الفرن ما تقبش معايا زي رغيف العيش. صلصه البيتزا دي كانت عندي في الفريزر برضو طلعتها. صلصه البيتزا لو مش متوفره عندك ممكن تحطي كاتشب. لو انت عايز تعملي صلصه بيتزا يبقى وحدتين او 3 وحدات طماطم مع بصلايه صغيره مع فصين توم، هنحطهم يتسلقوا كده على النار بعد ما اشطف الطماطم مع نص كوبايه ميه. اول ما تاخد غلوتين 3 الطماطم تطرى معايا هشيلها كده وتبرد، اضربها في الخلاط واصفيها، وحبه زيت صغيرين كده على النار يسخنوا، انزل بالطماطم عليهم وياخدوا غلوتين، ورشه فلفل اسمر، رشه زعتر لو حبه، وملح، وخلاص. بس دي صلصه البيتزا. كده خلاص فردت البيتزايه وحطيت عليها الصلصه وحطيت رشه جبنه موتزاريلا بسيطه من تحت بس علشان الحشو يمسك معايا، ونزلت بالفلفل الالوان، ونزلت باللانشون والزيتون بس وخلاص. مفيش ولا اكتر ولا اقل ولا اي حاجه من غير كده. حاجه كده بجد تحفه وسهله جدا. دخلها الفرن على الصاجه من تحت على درجه حراره 180 200. اول ما تاخد معايا بالظبط لون ذهبي من تحت هشيلها هرفعها احطها على الشبكه وايد عليها شوايه. بس في خطوه كده اوريها لكم، ما تجروش الفيديو علشان تستفادوا منه. كده خلاص فردت البيتزايه التانية بنفس الطريقه يا بنات.
ادعوا لي بقى كده دعوة حلوة من قلبكم ربنا يصلح حالي، لان انا الايام دي بجد نفسيتي وحشة جدا، محبطة قوي قوي من ناحية القناة والله العظيم. بصوا ساعات بيبقى معايا فيديوهات ومش عايزة ارفعها ولا عايزة منتجها كمان ولا عايزة اعمل لها مونتاج، مش عارفة جات لي خنقة كده وعقدة بجد، ربنا يفكها علينا وعلى الجميع اللهم امين. زي ما انتوا شايفين برضه هخرمها بنفس ما عملت البيتزاية التانية، هعمل دي وبالصلصة كده بروح نازلة عليها وبدهنها بالفرشة كويس، ما تكتريش صلصة قوي علشان ما تطريش معاكي بس البيتزاية. هحط برضو رشة جبنة موتزاريلا من تحت علشان الحشو يمسك معايا، رشة بسيطة كده. وبعد كده بروح حاطة الفلفل الالوان، بعد كده بحط اللانشون او الحشو اللي انت هتحطيه، ممكن تحطي بدال اللانشون دوت تحطي جمبري، تحطي تونة، تحطي لحمة مفرومة، تحطي سوسيس، تحطي سجق، اللي متوفر عندك اشتغلي عليه. بس انا بعملها بابسط المقادير والله يا جماعة، بعملها بحاجة مش مكلفة خالص، ومن ناحية تانية بتفرح الولاد وخلاص، وهي كلها بيتزا. بس خلاص كده بعد ما حطيت بقى الحشو اتكيت عليها بايدي كده عشان الحشو يمسك. بصوا بقى دي اخدت لون دهبي حلو ازاي من تحت، هنحط على وشها جبنه موتزاريلا وهنحطها على الشبكه ونقيد عليها شوايه بس، وخلاص كده ومفيش، اول ما جبنه تسيح هتطلعيها على طول. دي برضو اخدت لون من تحت جميل بوريهولكوا اهون. هنحط برضو الجبنه الموتزاريلا على الوش، يا دوب برضو تحت الشوايه الجبنه تسيح هنطلعها على طول فورا بس كده خلاص. بصوا بقى البيتزاية الاولانيه بعد ما طلعت، الله على الجمال والحلاوه، ايه الحلاوه دي بجد تحفه، متشتروهاش من بره يا جماعه والله. كوبايتين دي هيعملوا لكم بصوا بيتزايتين قد كده، ومش شرط ان انت تكلفيها وتعمليها لا بجمبري ولا بسوسيس ولا بسجق ولا بلحمه مفرومه، ممكن بخضار وبجبن وولادك هيفرحوا بيها وحاجه جميله. ايه رايكم في البيتزا؟ تحفه يا جماعه والله، حلوه جدا وبايديك عاملاها وطعمها زي العسل. تعالوا اوريكم بقى مطه الجبنه. بصوا الجبنة دي اسمها جبنة موتزاريلا فريش، أول مرة أجربها بس هي حلوة مش وحشة. كنت عايزة أزود جبنة فيها تاني بس على حسب ما كانوا حبة الجبنة موجودين هنا. دي بقى عقبال ما قطعت معاكم البيتزاية التانية، الجبنة الموتزاريلا أخدت لون شوية تحت الشواية، كويس إن أنا لحقتها قبل ما تتحرق. ما علينا والله مش حاجة، قعدت يعني ما شاء الله بألف هنا وشفا أكلهم كلهم. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، بتمنى ان انتوا تطلعوا من الفيديوهات مستفيدين. بحبكم في الله، احلى اخوات في الدنيا. انتظروني في فيديو جديد، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.